دي التلاجة بتاعت القسطرة اتش الداخلية بتاعت التكييف. بنكشف عليها بتسرب ولا لا، في نفس الوقت بننضفها عشان في ريحة جوه. تشوفها بتسرب ولا لا، وفي نفس الوقت في ريحة داخلية بننضفها. احنا شاكين في الحتة دي اهي. اذكر الله صلى على النبي. دماغ حاضرة وسم بفضل الله. طوب القسطرة اتش جاية فيها مشكلة في التكييف. طبعا عشان تطلع التلاجة من تحت الطابلون من هنا، والطابلون راكب كده بالمنظر ده، الخواجة مش سهل برضو. الخواجة دماغه بنت حلال. بص هنا حاطط ايه، دعامة عشان التلاجة ما تقعدش ترقص، وفوق نفس القصة اهم تلات ريش عشان دي ما تقعدش ترقص. بص بقى جوه، عشان تطلع الجزء ده من هنا هتضطر تعوج المواسير. عشان تعوج المواسير وتيجي تركب الجديده تعوج المواسير، هتيجي تقفل الاكسبنشن هيطلع عينك. فادعوا لنا بالله عليكم بقى، عشان ايه الشغل حساسه شويه. اذكر الله وصلى على النبي. اوبل قسطرة اتش تكييف طبعا عذاب. التلاجة الداخلية كان فيها مشكلة عملناها، وبفضل الله ايه بنكشف تاني على العربية كلها ايه تمام. دي الفوانيس الأمامية بتاعت العربية. طبعا الفانوس زي ما انتم شايفين اهو، ودني مكسرة. الفانوس اهو ومصبوبة، دي قبل كده مصبوبة تمام. ادي شكل الفانوس تمام. جبنا لها فانوسين تاني بفضل الله استيراد اهم. قولوا لنا رايكم في الفرق برضو، وهيتقفلوا عليها. وهنا فورنا التلاجة ورجعنا قفلناها تاني بفضل الله تمام اهو. كل حاجه اتقفلت تاني، وادينا هنا سيليكون عشان خاطر الميه ما تنقطش جوه العربيه، تسرب بره. هوريكم نور الفوانيس كمان شويه ان شاء الله. اذكر الله وصلى على النبي. كده الفانوس بعد ما ركب اهو، والعربيه اتقفلت اهي. بعد ما ركب والعربيه اتقفلت والتكييف اشتغل بفضل الله.